السلام عليكم متابعينا الأعزاء. سر هروب الملك سلمان من القصر بعد وصوله هذه الرسالة من قائد الجيش السعودي. عشرات الآلاف يعانون في سجون السعودية رغم مزاعم الإصلاح. ريما بنت بندر آل سعود سفيرة التطبيع لتطبيق سياسة محمد بن سلمان. السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية مشتركة يوم 11 من نوفمبر. فيصل بن فرحان يكشف ما تفعله السعودية لوقف إطلاق النار في المنطقة. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. سر هروب الملك سلمان من القصر بعد وصوله هذه الرسالة من قائد الجيش السعودي. كشف الحساب الشهير المعروف بتسريبات الموثوق مجتهد عن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد غادر قصر اليمامة الليلة الماضية في سرية تامة بعد وصوله رسالة تهديد من قبل قائد الجيش السعودي تفيد بأن عليه هو ونجله مغادرة القصر فورا، لا سيما وأن الجيش أخذ قراره بوضع اليد على القصر في إعلان صريح من قبله بتنفيذ انقلاب على حكم الملك سلمان ونجله. بينما أكد مجتهد أن هذه الرسالة وصلت للملك في وقت كان يتواجد فيه نجله محمد في قصره الخاص الكائن في مدينة نيوم الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية. فيما أنه وفق مجتهد قال الملك سلمان لم يتواصل مع نجله بشأن هذه الرسالة خشية من أن تتصاعد الأمور، إذ أن الملك أدرك جيدا أنه أمام انقلاب لا يمكن إيقافه. لهذا جاء قراره على ما يبدو بترك القصر دون معرفة وجهته. بينما وفق مجتهد فأن الملك غادر القصر ليس من ممرات المغادرة المعروفة وإنما من خلال ممر سري، وهو ما يؤكد فعليا تعاطيه مع حجم الخطر الذي حمله تهديد قائد الجيش. مجتهد الذي يعرف عنه بأن تسريباته لا تقتصر على القصر الحاكم بل أن مصادره تتغلغل داخل صنع القرار السعودي، والجيش ليس بعيدا عن الأمر، إذ أن مجتهد أكد أن استعدادات كبرى وحالة من الاستنفار القصوى يعيشها مئات آلاف العناصر من الجيش الذين ينتظرون فقط الإشارة لتنفيذ الانقلاب الذي إنما يهدف بالأساس إلى إسقاط العاهل السعودي الملك سلمان ونجله ولي العهد السعودي. لا سيما وأن تسريبات سابقة من داخل الجيش أكدت انطعاط كافة العناصر من سلوكيات بن سلمان التي يعتبرونها أفقدت المؤسسة الأمنية هيبتها وقدرتها على الردع حين تحولت مهمتها لتأمين وصول بن سلمان للعرش كهدف أساسي عمل عليه معتقدا أنه يمكن تحقيقه، فيما أن الحقيقة مزاعم الإصلاح معتقدا أنه يمكن تحقيقه، فيما أن الحقيقة هو حالة وعي يعيشها أبناء هذه العناصر تجعلهم يرفضون بحكم الوضع الذي أوصله إلى المملكة. عشرات الآلاف يعانون في سجون السعودية رغم مزاعم الإصلاح. أبرزت صحيفة التلغراف البريطانية أن عشرات الآلاف لا يزالون يعانون في سجون ومراكز الاحتجاز في السعودية رغم مزاعم الإصلاح الحكومية المتكررة. وذكرت الصحيفة أنه بعد 4 سنوات من تحقيق أجرته وكشف عن انتهاكات واسعة في النطاق السعودي وسجون التكريس مع الحريات والحقوق العامة، تشير لقطات جديدة إلى أن شيئا لم يتغير. وبحسب الصحيفة تتعرض عشرات الآلاف من الأشخاص في السعودية لظروف مزرية في مراكز الاحتجاز على الرغم من وعد المملكة بإصلاح معاملة العمال المهاجرين قبل 4 سنوات. كشفت تحقيقات التلغراف للأمن الصحي العالمي عن أدلة أولية على انتهاكات واسعة في هذه المرافق، مما أثار موجة من الانتقادات الدولية ووعدا من الرياض إذا إجراءات، لكن لقطات جديدة تم تهريبها من داخل مراكز احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل تشير إلى أن شيئا لم يتغير. تعد اللقطات جزءا من فيلم وثائقي سيبث على ETV يوم الأحد ويكشف عن الحياة الحقيقية في المملكة تحت حكم ولي العهد بن سلمان. وتظهر الفيديوهات مئات الأشخاص مجبرين على النوم على الأرض في غرفة واحدة مستخدمين أكياس القمامة كغية. وفي مقطع آخر تبدو الحمامات مكتظة والأرضيات مغطاة بالأوساخ، مما يعكس ظروف غير الصحية والمزدحمة التي يعيشها المحتجزون. يقول زارو جبري معتقل الأثيوبي والذي قام بتهريب لقطات من مركز احتجاز في جازان بجنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن: الوضع هنا قذر، لا توجد حمامات كافية. ويضيف في فيديو أرسله في مارس من هذا العام مصورا من تحت قطعة بلاستيك لإخفاء نفسه عن كاميرات الأمن: نحن جميعا
جميعا في غرفة واحدة تسمى العنبر. هناك 600 شخص. هنا نرتدي أكياس بلاستيكية وننام في أكياس قمامة. ويتابع الأعمار بين 10 أعوام و50 عاما يعانون من صدمة نفسية شديدة. وريما بنت بندر سفيرة التطبيع لتطبيق سياسة محمد بن سلمان. تبرز سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود بوصفها سفيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني لتطبيق سياسة ولي العهد بالتحالف مع دولة الاحتلال. ففي أول سنة لها كسفيرة من أسبوع من إرسال وزيرة الكيان كاتس تهنئة بالعربية للشعب السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرسلت ريما بنت بندر تهنئة برأس السنة لليهود الأمريكيين، وذلك في 3 من أكتوبر عام 2019. لم تنشر هذه التهنئة على القنوات الرسمية للسفارة السعودية، لكن الصحفي اليهودي جوش ليدرمان ترك هذه التهنئة على صفحته على إكس معلقا هذه سابقة من نوعها في يونيو عام 2022، وأن الحكومة السعودية برئاسة محمد بن سلمان تتماشى مع سلطان متشابهين في التفكير في مجال تصدير الوقود الأحفوري يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج، ويطلقون تدخلات عسكرية مزعزعة للاستقرار وتصدير القمع الرقمي والفساد خارج حدودهم. أيضا يجب على الكونغرس إعادة ضبط أساسيات العلاقة الأمريكية السعودية من خلال التراجع عن الدعم العسكري للحكومة السعودية وحماية المعارضين السعوديين وتسريع التحول الطاقة المتجددة الذي سيجعل الاقتصاد الأمريكي والعالمي أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري الذي من جانبه يسبب أزمة المناخ. وتم تسريب خبر هروب الملك سلمان قبل قليل، وهو ما بدأ نشطاء سعوديون في نشره مؤكدين أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان الخبر بشكل رسمي، هذا وأن التخلص من بن سلمان يأتي في وقت تجمعه فيه خلافات أخرى خارجية، لا سيما أمرين تسبب هو شخصيا في جزء كبير منهما، إذ وجهت 12 منظمة حقوقية أمريكية رسالة مشتركة تطالب الكونغرس بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية بما في ذلك وقف الصفقات العسكرية مع المملكة والضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.